تعبتي من التقلبات المزاجيه السريعه جدا، مره واحده تحسي ان انت متعصبه، مره واحده تحسي ان انت زعلانه، مره واحده تحسي ان انت خايفه، مبقيتيش فاهمه التقلبات المزاجيه دي ممكن يكون سببها ايه. تلاقي تقلبات مزاجيه وبدون اي اسباب، وإذ فجاه تحسي ان انت بقيتي كويسه جدا كأن مفيش اي حاجه. وتعبتي من بساط الناس ليكي، وان الناس مستغربوكي، الناس بتقول يا ترى هو انت ليه بتعملي كده، ليه كل الحاجات دي انت دايما بتحسي بيها. الناس مستغربه اندفاعيتك الشديده، ليه في حاجات تبقي متلهفه قوي عليها وتبقي عايزه فعلا ان انت تعمليها دلوقتي حالا. تعبتي ان انت شويه تحسي ان انت بتحبي شريك حياتك، شويه تانيين تحسي ان انت مش طايقاه تماما. تعبتي ان كل اللي حواليكي مستغربك ومش فاهمك خالص. معاكي نهى عبد الباقي، اخصائيه العلاج النفسي. انا هنا جايه عشان اطمنك واقول لك ان انا هنا جنبك علشان اساعدك، وان كل الحاجات اللي الناس مستغرباها فيكي وان اللي انت شخصيا مستغرباه دي اعراض اضطراب الشخصيه الحاديه اللي هو البوردر لاين. انا عارفه ان خطوه العلاج النفسي ممكن ما تكونش سهله، لكن جايه اقول لك ان الموضوع محتاج منك بس القرار. حاولي ان انت ما تاخريش القرار ده اكتر من كده. خدي وقت كويس قوي وانت بتختاري المعالج النفسي بتاعك، وخليكي واثقه في المعالج اللي انت هتروحي له. خليكي واثقه ان العلاج النفسي هيساعدك ان انت ازاي تعرفي تتعاملي مع تقلباتك المزاجيه. خليكي واثقه ان العلاج النفسي هيساعدك ان انت ازاي تعرفي تتعاملي مع افكارك اللي كل شويه تتغير. خليكي واثقه ان العلاج النفسي هيعلمك طرق جديده تساعدك بيها ان انت ازاي تعرفي تتعاملي مع الشكل الاندفاعي، الحاجات اللي انت بتبقي عايزه تعمليها دلوقتي حالا. خليني اقول لك ان العلاج النفسي كمان هيساعدك وهيعلمك ازاي ان انت تعرفي تتعاملي مع مشاعرك مع شريك حياتك. فلو عاوزه ان انت تحجزي جلسه علاج نفسي اونلاين، هتلاقي لينك الحجز موجود في البايو.